علقي المشابك على المساحة وانتي بجد هتدعيلي، هتخلصي شغل البيت كله في ثواني. عايزاكي تتفرجي على الفيديو ده للآخر علشان مليان أفكار كتيرة قوي هتعجبك جدا وهتخرجي مستفيدة. تعالي نشوف أول فكرة معانا. أول فكرة، المقشة وانتي بتكنسي لو بتفلت منك زي ما انتي شايفة، تعالي أقولك على حل حلو جدا هتعمليه، وعايزة أقولك هتثبت معاكي من غير أي مجهود ومن غير أي تعب. هتجيبي ايه؟ هتجيبي أستك الفلوس وهتحطي كده واحد أو اتنين، وتبتدي ان انت تربطيه كده على عصاية المقشة بالشكل ده. ممكن تاخد معاكي 2 استك 3 على حسب العصاية بتاعتك ما تلف معاكي. انا حطيت 2 فوق بعض بالشكل ده، وبعد كده ربطت عليها المقشة. عايزة اقولك ثبتت معايا جدا وما اتحركتش ابدا ولا فلتت معايا. جربي الطريقة دي حلوة قوي، اهم حاجة انت تضغطي كده عليها، وعايزه اقولك هتبقى ثابته معاكي جدا. تاني فكره هقولك على طريقه حلوه جدا تنضفي بيها اي ازاز او اي مرايه عندك. هتجيبي كده سلك من الناعم اللي هو السلك البلدي الناعم. بصي دي ناعمه خالص زي ما انت شايفه، في نوع خشن وفي نوع ناعم. هاتي انت الناعم وهاتيه كده، وابتدي ان انت تعملي بيه المرايات والازاز على الناشف. عايزه اقولك هتبقى بتلمع. تعالي بقى اقولك على تالت فكرة واسهل طريقة تلضمي بيها الابرة من غير اي مجهود ومن غير اي تعب خالص. كلنا بنتعب في لضم الابرة، تعالي على طريقة سهلة قوي. هتعملي ايه؟ هتجيبي بقى يا ست الكل كده ورقة بيضة من اي حاجة، بس اهم حاجة تكون ناشفة شوية زي ما انت شايفة، وهتقسميها بالشكل ده وتعمليها شكل مثلث. وهتفتحي كده الخيط وهتحطيها جوه الورقة بالشكل ده. يعني هتجيبي الخيط كده وتحطي طرفه كده على الورقة لحد الاخر وتمسكيه كويس جدا. بصي وتشديه كده وتظبطيه. بعد كده بتدخلي الورقه نفسها جوه الفتحه بتاعه الابره. عايزه اقولك هتدخل معاكي بمنتهى السهوله وهتشد معاها الخيط، وكده انت لضمت الابره من غير اي مجهود ومن غير اي تعب. تعالي اقولك على فكره بعد كده تعرفي بيها اي عسل لو كان اصلي او كان مغشوش بطريقه سهله جدا. هتاخدي منه كده معلقه زي ما انت شايفه، وبعد كده هتجيبي عليه شويه من الميه، شويه كده صغيرين قدهم بالظبط، وسيبيه كده لمدة 10 دقايق على الرخامة. وبعد كده صفي المية من عليه. لو لاحظتي بقى وانتي بتصفي المية ان المية سابت اثر على العسل زي الخطوط كده، او زي مثلا الحاجات الخيوط الرفيعة، اعرفي ان العسل ده مغشوش ومش اصلي. لو ما سابلكيش اي علامات زي ما انتي شايفه، اعرفي ان العسل ده اصلي 100%. تعالي بقى هاتي المشابك وهاتي المساح، وتعالي اقولك على فكره حلوه جدا. هتجيبي كده السلك البلدي وتبتدي ان انت تجيبي المشابك وتثبتيه على المساحه بالشكل ده. المشابك هتشد معاكي كده السلك لتحت وهتثبته ومش هتخليه يلف معاكي. وتعالي بقى اقولك على حاجه هتريحنا جدا في تنظيف المطبخ وكمان الحمام. هتجهزي الخلطه اللي انتي بتجهزيها سواء كان صابون ومع ملح ليمون وبيكربوناته، وهاتي كده وادعكي بيها السيراميك. عايزه اقولك حلوه جدا، هتجيبلك لحد السقف من غير سلم ومن غير اي مجهود. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. رشي الملح في فرن البوتاجاز وانتي هتملي بيتك بالخير والرزق طول الشهر بإذن الله. بجد هتدعيلي بعد الفكرة دي. هاتي كده كيس ملح ورشيه في فرن البوتاجاز بالشكل ده. وتعالي اقولك على فكرة معظم الستات ما تعرفهاش، الفيديو ده مليان افكار كتيرة قوي. يلا كده لايك حلو منك بسرعة، وقوليلي انتي من انهي بلد بتشوفي معايا الفيديو النهاردة. وتعالي نبدأ مع بعض بأول فكرة موجودة. اول فكره معايا، لو انت عندك ترنجات الاولاد وبرت كده زي ما انت شايفه اللي هي ترنجات الصوف دي، تعالي بقى اقولك على طريقه حلوه جدا هتشيلي بيها الوبر. هتجيبي السلك بتاع السوبر ماركت، وطبعا هيكون جديد ما استخدمتوش قبل كده، وتخليه بقى للفكره دي. بتشيلي بيها كل الوبر اللي موجود عندك في الترنجات الصوف. بجد حلوه جدا وسريعه عن اي حاجه ممكن تستخدميها لازاله الوبر، وبتحافظ كمان على القماش. بص زي ما انت شايفه كده اي وبر موجود بجد هتشيله بمنتهى السهوله. جربي الفكره دي وهتعجبك قوي. تعالي نشوف الفكره رقم 2. اي خضار انت حابه تحتفظي بيه عندك في التلاجة، احتفظي بيه دايما في حاجه ازاز، وكمان ما تغسلهوش، يعني خليه زي ما هو كده. شيلي بس كل الحاجات الصفراء اللي موجوده جواه زي ما انت شايفه، وابتدي ان انت تحطيه كده توقفيه بالشكل ده. وبعد كده تقفلي عليه كويس جدا بورق فويل او استرتش. اهم حاجه ان انت ما تسمحيش بالبروده تدخل جوه الخضار عشان ما يصفرش معايا، تمام. وبعد كده تقفلي عليه وتحطيه جوه التلاجة. عايزه اقول لك هيقعد معاكي بالاسابيع اخضر لحد ما تستخدميه. تستخدمي الفكره دي للنعناع او للبقدونس او للشبت او اي نوع خضار انت حابه تشيليه عندك. تعالي بقى نشوف الفكره رقم 3. ازايز الزيت الكبيره دي بتتعبنا خالص لما نيجي نصفي منها وتلاقيها اتدلقت مننا مره واحده. احسن طريقه ان انت الغطا ده اوعي ترميه، اللي هو
هو الغطا ده هتجيبيه كده وتحطيه بالمقلوب زي ما انت شايفه، وتسدي بيه فتحه الازازه بالشكل ده. بصي بتحطيه كده بالمقلوب وتدخليه كده لجوه كده، هيخلي معاكي الازازه تنزل شويه صغيرين من غير ما تدلق منك مره واحده. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده، العيدان بتاع الشيش طاووق. لو انت ناويه تستخدميهم قبل ما تستخدميهم على طول وتدخليهم الفرن، استخدمي بقى الفكره دي. هتجيبي كده كوبايه فيها ميه ونقطتين زيت، تمام، وبعد كده تسيبيهم لمده 5 دقايق وبعد كده تقلبيهم الناحيه التانيه. الحركه دي بتخلي عيدان الخشب لما تيجي تعملي عليها بقى الشيش طاووق واللحمه المفرومه وتدخليها في الفرن ما تلاقيهاش اتحرقت منك وتقعد معاكي مده طويله. تعالي بقى اقولك على حركة حلوة قوي تخلي ريحة السمنة عندك ريحتها جميلة جدا. لو هتستخدميها بقى في الرز، هتستخدميها في اي حاجة، بتجيبي كده ورق الغار او اللوري وتحطي كده 2 3 منهم. عايزة اقولك بتخلي طعم مميز جدا. تعالي بقى نشوف الفكرة الأساسية، رش الملح في فرن البوتاجاز، وبجد هتدعي لي. الفكرة دي بجد حلوة جدا. أول ما بتيجي الشتاء عليا كده بعمل الفكرة دي على طول، بحط شوية ملح كده في فرن البوتاجاز، وباخد الملح ده بعد ما بيسخن معايا كده في علبة، وببتدي ان انا اوزعه على كل التوابل اللي موجوده عندي، زي مثلا الثوم البودر والبصل البودر اللي بيكتل مننا في الشتاء وبتلاقيه عمل كتل كده معايا. عايزه اقول لك بحط عليه شويه ملح وبسيبه بيرجع تاني كانك لسه شارياه، والرطوبه اللي بتبقى موجوده جوه الثوم البودر والبصل البودر بتلاقيها اختفت تماما. طيب بنستخدمه في ايه تاني؟ ممكن نستخدمه في حفظ الرز في الصيف، وممكن تستخدميه كمان في حفظ البقوليات، وتستخدميه كمان في حفظ الدقيق. بجد معلقه واحده بس من الملح السخن ده حلو جدا تحفظي بيه اي حاجه موجوده عندك في المطبخ. تعالي بقى نشوف الفكره الاخيره، اقول لك على حركه حلوه جدا. لو انت بتستخدمي السلك ده، السلك ده حلو جدا مش بيصدي، بس عيبه ان هو بعد فتره بتشمي له كده ريحه مش حلوه. علشان تقضي بقى على الريحه دي بتستخدمي معلقه من البيكربونات وشويه من الخل وتنقعيها طول الليل. عايزه اقول لك بتقضي لك على اي ريحه موجوده جوه السلك.